إلى أولئك الذين قدموا دماءهم رخيصة لكي ننعم بهذه اللحظة من السلام والحب، نقف الآن دقيقة صمت استذكارا وإجلالا وإكبارا لأرواحهم الطاهرة. أنا الأنثى شمعة يهتدي بها كل الأنام، أنا الحياة والحب والسلام، أنا وصية الأنبياء. نقدم الآن عرضاً عن معاناة المرأة في العالم. She married and moved into a new home with her husband, not far from her parents. Soon after her wedding, Sarah's new home began to feel like a prison. Her husband wouldn't let her leave the house. Experience a number of other forms of violence over the course of their lives, from fact to prevent women and girls from completing their education, doing work and earning income. ولا تكسر بخاطرها، فإن حزنت عليك بمسح دمعتها، وإن ضحكت فكن سببا لضحكتها. إن كنت بلغ خطأ فارجعني بأحجارك. أنا أنثى فكن قبرا لأحزاني، أكن عند الدار. إلى قمة قلعة حلب يهبط فرحا بحجم الأمنيات. الورد في كل المدائن يزرع، إلا في مدينتنا صار يطلع. في مدينة الشمس حملت الشمس حقائبها، والقمر انطفأ، ونبات الظل راح يوما. خلف الجدران وعلى النوافذ، في الزوايا، في كل ركن، واليوم في كل نشرة أخبار للموت اسمها يرفع. الأنثى جبلت من طين الأرض، ولدت من براكين التعب والشقاء، فكن لها عونا في حياتها، وكن لها الستر والغطاء. إن تبذر في أرض هواها السعادة، ستحصد المحبة والوفاء. نعم، في قرآننا هم القوامون، ولكن في الواجبات كفاك يا زماننا قسوة على ضلع قاصر بلا رعاة. قطفوك وردة من حديقة تشع جمالا ونضارات. ورغم خيبتها ما زال بقلبها كصفاء الماء عبثا تشفى منه، لكنه جعل منها شاعرة تمتطي الوجد بحروفها وتصهل بالكبرياء. كل تفاصيلها وعفويتها كانت تزهر في قلبه ألف ربيع، وتولد ألف قصيدة